السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وهكلمكم النهاردة عن فاتنة المعادي وسر مرض محمد فوزي. الفنانة كريمة عبد الله هي سيدة سرية وجميلة من المعادي بالقاهرة، فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 1955، ثم اتجهت للتمثيل، وكانت معجبة بالفنان محمد فوزي وتزوجته بعد طلاقه للفنانة مديحة يسري. وبعد زواجه من الفنانة كريمة المعروفة بفاتنة المعالي بعام واحد، أصيب محمد فوزي بمرض نادر فشل الأطباء في تشخيصه أو علاجه، ويقول البعض أن هذا المرض كان نتيجة للقهر الذي تعرض له محمد فوزي نتيجة تأميم شركة مصر فون المملوكة لمحمد فوزي. هذا وقد وقفت كريمة عبد الله بجانب محمد فوزي أثناء مرضه، وتعلمت مهنة التمريض حتى تستطيع تلبية مستلزمات وخدمات مرضه، وسافرت معه ورافقته في رحلات العلاج للخارج، ولم تتخلى عنه حتى وفاته عام 1966. ورفضت الزواج بعد محمد فوزي حتى تظل محتفظة بلقب أرملة محمد فوزي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.